مؤمن زكريا بعد انطلاقه ولا اروع من جانب علي معلول من الجهه اليسرى. طلق علي معلول وارسل تمريره لمؤمن. كان ممكن افضل يعني مؤمن يمرر اللي كان مكمل في هذه اللقطه، اعتقد انه هو عمرو السوليه، لكن فضل انه سدد مؤمن. تسديده طاشت طبعا ومرت بعيد عن عمرو السوليه من جديد لاحمد فتحي، مرت لعبد الله السعيد يا ولد بالكعب، وفرصه لحمودي. يا ولد يا حمودي، الله على التسديده، برافو حمودي بيسدد صاروخ بالقدم اليسرى. وادي حارس المرمى ان ثبت بيتالق بيسود عن مرمى في هذه اللقطه، وحمودي يهدد بتسديده من خارج منطقه الجزاء. ادي طبعا يعني احد الحلول ايضا لضرب التكتلات الدفاعيه لهذا الفريق اللي لديه طبعا مدافعين جيدين، والحارس يتالق ويمنع هدف اكيد في هذه اللحظات والركنيه بالمقارنه طبعا بسعه هذا الملعب الكبير. محاوله لصالح فريق زناكو، حذاري من هذا الفريق على الاطراف، مرور رائع من جانب اللاعب مولينجا، حذاري من هذا اللاعب وعرضيه خطيره. ادي 3 لاعبين داخل منطقه جزاء النادي الاهلي، بيظهروا باكثر من لاعب داخل منطقه الجزاء في الكرات العرضيه، لكن هذه ابعاد من حارس المرمى الى خارج الملعب. الان رمي التماس، شريف اكرامي بيتالق وبيبعد الخطوره في الامام. سوليه يا ولد يلعبها لاحمد حمودي صاحب التسديده الخطيره اللي كانت على مرمى فريق زناكو. وادي التمريره في الامام ومحاوله وفرصه، جول مش ممكن، عادت في مكان خطير، فرصه وصلت الى حارس المرمى الثبات القائم يمنع هدف اكيد. وجونيور مش ممكن يا جونيور كان ممكن يسجل هدف بكل سهوله. تمريره ولا اروع لجونيور جاي، لكنه بيصطاد القائم في هذه اللقطه جونيور، والكره وصلت بجديد لعبد الله السعيد اللي بيلعب عندي بيسدد، ومحاوله لعكس الهجوم من جانب جونيور، يلعب على طول في الامام جونيور. عبد الله لوليد سليمان، وليد سليمان والتسديده بعيده يا وليد، مش ممكن. كان معاه مؤمن زكريا على يساره، كان ممكن يلعب له التمريره يعمل بها انفراد، لكن سدد وليد سليمان تسديده بعيده. الاهلي هو الافضل حتى الان يعني بعد مرور 20 دقيقه من عمر الشوط الاول في هذه المباراه. طمع وليد سليمان وسدد تسديده مرت اعلى المرمى بقليل، كان ممكن يركنها بباطن القدم على يمين حارس المرمى ويسجل اول. هذه طبعا نومبا مدير الفني لفريق زناكو، محاوله للنادي الاهلي على اليمين، ممكن عرضيه للنادي الاهلي والدفاع ابعد بصعوبه. عرضيه اتت من الجانب الايمن من احمد فتحي اللي من جديد احد اللاعبين من النادي الاهلي، وبالتالي بيشتت بقدمه عبد الله السعيد. يلا عبد الله، يلا واحده عبد الله وعلى يمينه مؤمن زكريا بيتحرك بشكل ممتاز. مؤمن وادي وليد مش ممكن، لعب له عرضيه على طول خلفه راحت لفريق زناكو، مش ممكن، كان لازم هجمه من جونيور. احمد فتحي سابها للسوريه لاحمد فتحي لجونيور من جديد، جونيور يلعب لوليد، احمد فتحي يا ولد فرصه مش ممكن يا ثباته. برافو احمد فتحي وثباته من جديد بردة فعل عالية جدا على طريقة مرمى حراس كرة اليد، بيمنع هدف اكيد في هذه اللحظات. الان هذه الهات الخد الجميلة جدا ما بين احمد فتحي ووليد سليمان، وتسديدة من احمد فتحي بوجه القدم. رامي التماس للاهلي، علي معلول، علي يلعبها لعبد الله لعلي، عرضية خطيرة تبعد من تشيلوفيا. تصل من جديد النادي الاهلي في الوقت اللي مر من عمر الشوط الاول، وبنلعب في الدقيقه الاخيره من عمر الشوط الاول. بعد ياتي الاندفاع الاهلي، ودي تسديده في وسط المرمى. هذا التهديد الاول الحقيقي لفريق زناكو، تسديده تاتي من جانب اللاعب نياندي مهاجم فريق زناكو، لكن في وسط المرمى يتعامل معها بشكل رائع طبعا شريف اكرامي اللي بيبدا مع علي معلول. علي لحسام عاشور، حذاري من التمرير في العمق يا علي. راحت الكره لاحمد فتحي على الجانب الايمن، السوريه يلعب كره في الامام لوليد سليمان، وليد ولا تمريره بالخطا من جانب وليد، وادي تسديده من بعيد مرت الى خارج الملعب. ودي كام لاعب من زناكو داخل منطقه الجزاء، اكثر من لاعب، خطيره الركنيه، حطوا اكثر من 6 لاعبين داخل منطقه الجزاء في الركنيه. يلا الهجمه المرتده للنادي الاهلي، احمد فتحي، احمد فتحي يلعب تمريره على طول، ادي بالكعب من عمرو السوريه لعلي معلول، يكسب رمي التماس علي معلول. رمي التماس للنادي الاهلي اللي كان افضل في الشوط الاول، لكن لم يترجم افضليته طبعا بالتسجيل. برافو سعد السمير في هذه اللقطه. هذه تعمد
تشير ولمس الكرة باليد في هذه اللقطة. 6 دقائق الآن من عمر الشوط الثاني. الأهلي بهذه النتيجة حتى الآن يعني 8 نقاط، في المقابل هذا الفريق 11 نقطة بهذه النتيجة. طبعا في صدارة هذه المجموعة. فتحي يلعب كرة عالية خطيرة، جول مش ممكن. ابعاد يأتي من جانب حارس المرمى انسبات، منع 3 أهداف حتى الآن هذا الحارس على فريق زناكو. محاولة من جديد للنادي الأهلي وكرة ملعوبة عالية، استلام من جانب جونيور والدفاع أبعد، والتسديدة بعيدة مرت التسديدة من جانب عمرو السولية. جرب حظه طبعا يعني في هذه اللقطة عمرو السولية. ودي الكرة العالية، كان هنا حجازي يعني ايه لحظات ويصل لهذه الكرة أحمد حجازي. لكن برافو أحمد فتحي، لعبها بشكل ممتاز. لو لمسها حجازي كانت هدف أكيد. أحمد حجازي لو وصل. معاهم طبعا حسين عموتة مدرب السابق لنادي السد القطري، اللاعب السابق ايضا لنادي الشارقة. دي محاولة للنادي الاهلي وفرصة والتمرير مش ممكن يا مؤمن، مش ممكن يا مؤمن. جونيور كان ممكن هو اللي يسدد بقدمه اليمنى، لكنه فضل التمرير لمؤمن زكريا. لم يكن جاهز للتسديد في هذه اللقطة مؤمن زكريا. كرة في الامام تبعد من امام سكالة. هدف اخر ضائع على النادي الاهلي في هذه المباراة. وكرة عادت لشريف إكرامي، يلعب كرة طويلة في الأمام رأسية ومحاولة من جديد لفريق زناكو. كرة مرت خطيرة، هاتوا خد. حزاري من فريق زناكو. والكرة العرضية وصلت في مكان خطير والتسديدة خارج المرمى. الحمد لله أخطر فرص فريق زناكو في هذه المباراة. نياندي بيسدد خارج المرمى. هذه الكرة المفقودة وهذه فرصة اللي ضاعت على النادي الأهلي. اعتقد سوء ارضيه الملعب والتمريره ايضا اللي كانت بعيده نسبيا عن مؤمن زكريا. طبعا تاريخ كبير لفلافيو النجم الانجولي مع النادي الاهلي في هذه البطوله. محاوله من جديد وكره في الامام. يلا يا جونيور بالكعب وفرصه جول. مش ممكن يا انسبات، مش ممكن يا وليد. ايضا لازم تلعبها بعيد عن هذا الحارس. يتالق هذا الحارس من جديد في هذه المباراه ويمنع هدف اكيد. لازم يا وليد تضمن الكره يا وليد. لعبها على طول لكن في اقدام حارس المرمى انسبات يمنع هدف اكيد. برافو جونيور، يلعب تمريره بالكعب لوليد اللي كان ممكن ايضا يمرر لمؤمن زكريا، لكن فضل التسديد وليد. تسديده في قدم الحارس يا وليد، مش ممكن يا وليد. فرصه ايضا اخرى ضائعه على وليد سليمان في هذه المباراه. كورتين بهدفين يا وليد في هذه المباراه. كان ممكن في الكورتين. احمد حجازي من امام سكالة. حجازي يلعب كره على الارض في الامام لعبد الله السعيد. عبد الله من جديد لحسام عاشور لعلي معلول. لحسام عاشور من جديد. حسام وعبد الله اللي راح على الجانب الايسر يلعب على طول كره داخل منطقه الجزاء. وصلت سهله لحارس المرمى. مش ممكن. حارس المرمى كاد ان يخطئ في هذه اللقطه. ابعد باطراف اصابعه الى خارج الملعب. ركله ركنيه لصالح النادي الاهلي. هذه طبعا بيلعبها تمريره عبد الله، لكن الحارس اخطا في تقدير هذه الكره ومرت منه الى خارج الملعب. ركله ركنيه. حاول طبعا يعني اللحاق بالكره مره اخرى من جديد. ركنيه والحارس باطراف اصابعه. وجونيور اعادها للسوريه. السوريه يلعب تمريره على الارض لاحمد فتحي. افضل يا وليد من جديد. مؤمن زكريا لعلي معلول. علي لحسام عاشور على الارض بيلعب كره في الامام من اللمسه الاولى. فرصه والتسديده. مش ممكن يا جونيور، مش ممكن يا جونيور. لازم يسدد. افضل جونيور سدد ولكن في اقدام المدافعين. سدد تسديده قويه بعد اختراق رائع لدفاع فريق زناكو، لكن اللمسه الاخيره هي ما يحتاجها النادي الاهلي. وهذه محاوله من جانب علي معلول، مرت كورته الى خارج الملعب. ركله مرمى. هذه المباراه توضح بطريقه لا تقبل يعني اي مجال للجدل ان النادي الاهلي يحتاج لمهاجم صريح، مهاجم يعرف كيف يسجل من انصاف الفرص. تسديده من جانب جونيور عادت لاحمد فتحي. برافو احمد فتحي. تغطيه ولا اروع من جانب المدافع الايمن للنادي الاهلي. لمسه لصالح جمعه. يلا صالح يلعب كره على طول لعلي معلول. علي معلول تحرك له صالح جمعه. يلا صالح جمعه على الكره العرضيه. وصلت سهله لحارس المرمى انسبت. كان لازم حد يظهر على القائم القريب في هذه اللعبه بعد تمرير على الارض من جانب صالح جمعه. يمسك حارس المرمى توستر انسبات. توستر